ما سوقش ليه طيب؟ خد يا نجم المفتاح يا نجم. انا هنا في سيدة زينب مع كايروس. انا اسكت، انا بقول انا حبيتك وجرحتيني، انا كنتك لكن خنتيني، انت اكيد مش بتحبيني من الاول. فيرست ستوب، اول مرة اجرب لقمة عرف. بص هي عاملة زي الزلابية بس حطها في شكل الدونت، يعني معسلة جدا. اجيلك؟ تعالى. ديت كنافة بورما مكسرات، حلو. ديت قطايف بالمكسرات. القطايف دي ماما بتعملها. دي مدلعة؟ ديت اسمها مدلعة قوي. مفيش دايت النهارده خالص بقى. نكست ستوب بقى الكشري، وانا حريف كشري اساسا يعني. يلا. عايز 2 ست و3 لوكس. معلش انا نسيت ان انتوا هنا خالص، انا باجي مصر عشان اكل كشري اساسا بس. حبيبي. انا ما اعرفش الناس اللي بتاكل الكشري من غير البصل، ما فهمات، فبنقعد نزود بصل، نقعد نزود كالوري. مين اللي اقترح المكان ده؟ انت بتعرف الكشري، يلا انت بتعرف الكشري. انا كبرت على الاكل المصري قوي، الممبار والكرشه، الكبده والقوانص. الاكله اللي ماما كانت بتعملها اللي انا ما كنتش بحبها الفاصوليا. لو اكله مصريه هاكلها واحده بس طول حياتي، طبعا اللي انا باكله ده كشري. مفيش زيه يعني. مع السلامه. طبعا احنا عندنا احسن عصير مانجا في العالم كلها، طبعا وعصير القصب احسن عصير في العالم يعني. أكادوا من فرط الجمال، فرط الجمال يأزول. الله الله الله. عصير القصب ده بالنسبه لي يعني هو والكشري لازم الحاجتين اللي انا اجيبهم كل مره اجي مصر لازم. بقالك قد ايه هنا يا حاج؟ 91. انا اتولدت في 91 يعني 33 سنه. ربنا يخليك. شكرا شكرا. نيكست ستوب مئنا القصر، هنجرب شويه لب. اللب ده بقى كل مره ماما وبابا كانوا بينزلوا مصر كانوا بيجيبوا حبه معاهم بقى، لب اصفر لب ابيض. السوداني ده بقى ده كان حكايه. كان كل ويك اند مثلا انا وماما وبابا واخواتي نقعد بعد ما نتعشى نتفرج على مسلسلات وافلام مصريه ونقعد نقزقز في السوداني بقى. حبيبي حبيبي. ايه دي بقى يا عم مصر؟ اتفضل يا صاحبي. ايه دي؟ دي حضرتك قنبلة. يا لهوي. هي فعلا قنبله، معرفش فيها ايه. موز، فراوله، مانجا، دول 3. تفاح، ده 4. كنافه. كنافه؟ ايه اللي جاب الكنافه في الحكايه دي كلها؟ معرفش. انا مش لاقي غير 4، معرفش. احنا كده خلصنا في السيدة زينب، هنطلع المعز نحبس بكوبايه شاي. هنحبس بكوبايه الشاي اهو. الله الله. كواحد بيهاجر بره انت على طول هتحس ان انت ناقصك حاجه شويه. عمرك ما بتحس قوي ان انت 100% you belong here او 100% you belong here. ودي كمان حاجه انا وحمزه الكاشف في فيلم في عز الظهر we share together، عشان الناس كتير بتقول له في الفيلم يا خواجه يا خواجه، فاللي على طول بيفكروه اللي هو جاي من بره. ده الراجل بتاع عرق سوس. يلا بينا. سمعك أغنية؟ سمعني اغنيه. تعالى. ابتديتها بنية صافية وقلبي طيب دمعه فيا. هتخشوا فيلمي ها في مصر في عز الظهر، روحوا اتفرجوا عليه. طبعا طبعا طبعا. مش في عز الليل ها، في عز الظهر ان شاء الله. اتمنى لك النجاح زي سندباد. قلبوا عليا. اتفضل يا باشا. ميرسي فلوس اخباره ايه؟ حبيبي.
شكرا على اليوم الجميل ده. يوم جميل فعلا وعملنا حاجات كتير يعني كان نفسي اعملها وما عنديش وقت، فاللي احنا عملنا ده النهارده يعني حاجه تسعدني جدا. كل هم اخلص واسون